معقولة يا جماعة بجد بالنشا والمية نطلع كيلو من الايس كريم الشوكولاتة خطير بجد، احسن من اللي بيجي من بره بكتير فعلا. قد ايه جميل جدا، وحاجة كده ترطب على قلبك ومفيدة للاولاد كمان في البيت، وحاجة عارفة عاملاها بايدك ازاي. هنطلع كيلو من الايس كريم زي ما انتم شايفين ما شاء الله، ملمسه عامل ازاي يا جماعة، خطير بجد، كريمي وحاجة كده تحفة بجد. تعالوا نشوف هنعمله ازاي بطريقة سهلة وبسيطة. اعملي بس لايك وشير للفيديو يا قمر، شجعيني بكومنت حلو من ايدك كده، وسمي بالله وصلي على رسول الله، ويلا بينا. اول حاجه هنا زي ما انتم شايفين عندي هنا في الحله نزلت بكوبايه من الميه، هنزل عليها كمان كوبايه من الحليب، وكمان هنزل هنا بمعلقتين كبار من النشا، وهنزل بمعلقه ونص كبيره هرميه كده من الكاكاو الخام اللي هو غير محلى، وكمان هنزل هنا ب3 معالق كبار من السكر، تقدري تخليهم 4 والسكر هنا ليكي اختياري. تمام. طيب هبدأ زي ما انت شايفة كده اقلبهم كويس قوي الاول على البارد، وبعد كده هبدأ اني انا ارفعهم على النار، واول ما يبقى اخدهم ارفعهم على النار لغايه لما يبقى القوام بتاعهم يبدأ كده يتقل معايا ويديني القوام اللي انتوا شايفينه ده، ويعني زي ما بيقولوا كده تستوي معايا شويه. هبدأ هنا بقى عندي كده مكعب كبير من الشوكولاته الخام زي ما انتوا شايفين كده، هبدأ اني انا ادوبها بقى في الصوص ده عشان يكون صوص الشوكولاته كده بتاع الايس كريم غني كده وحلو. طيب هسيبه بقى يبرد خالص، لازم يبرد خالص كده على جنب. هبدأ هنا عندي في البولة كيس كريم شانتيه، وهبدأ احط عليه كوباية من المية المتلجة اللي طالعة من الفريزر. تمام، من كوباية الا ربع الكوباية، ابدأي الاول بكوباية الا ربع عشان ممكن يكون كريم شانتيه لو جايباه جاهز ممكن ما يديكيش نتيجة زي ده. طيب هبدأ زي ما انت شايفة كده لحد هضرب فيه لحد ما يبقى القوام بتاعه بالشكل ده. تقدري تستبدلي المية بتاعت الكريم شانتيه بلبن عادي، بس احنا حاطين لبن في الصوص مفيش مشكلة. هبدأ بقى زي ما انتم شايفين اجيب بقى هنا صوص الشوكولاتة بتاعي كان بارد بقى خالص، هبدأ هنا بقى احطه على الكريم شانتيه بالشكل ده. عايزه اقول لك طبعا الشوكولاته او النشا بالحليب والميه هنا بيضاعف الكميه معانا زي ما انت شايفه كده. عايزه اقول لك عملنا كيلو من الايس كريم خطير. هتبدأي هنا بقى بعد ما تضربيهم كويس بالمضرب زي ما شفتي، هنحطهم هنا بقى في علبة كده ونشيلهم في الفريزر مش أقل من 4-5 ساعات. هنا قبل ما ادخلهم الفريزر انا بشرت عليهم كده بشره من الشوكولاته، تقدري تزيني هنا براحتك خالص، عايزه تسيبيها ساده كده براحتك. تمام. طيب بعد ما خرج هنا بعد 5 ساعات من الفريزر، ويستحسن من بالليل للصبح او تعمليه الصبح وتاكلوا منه بالليل، كل ما بيقعد فتره اطول في الفريزر بيديكي ايه نتيجه احسن. طيب هنا خلاص بقى زي ما انتم شايفين ما شاء الله جميل جدا وملمسه حلو. تزيني بقى هنا بصوص شوكولاته، عايزه تزيني بمكسرات، عايزه تاكليه كده حاجه عايزه اقول لكم ساقع كده ومرطب على قلبنا في الحر ده. الجو اليومين دول حر جدا يا جماعه، وانا نزلت لكم اليومين اللي فاتوا دول كذا حاجه حلوه سريعه ترطب على قلبنا في الحر ده. خشي اعملي لفه في الصفحه وشوفي الفيديوهات اللي قبل دي، عامله لكم كذا نوع ايس كريم كذا نوع حلو. ما تنسيش بلايك وشير للفيديو.